السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتوا شايفين كده ده نشا اهو، وقطعنا بتنجان سواء عروس او مكبب اي نوع شرايح، وحطينا عليه ملح عشان ينزل المية اللي فيه. بعد ما نحط يصفي المية هنمسكه بقى نبطنه بدقيق او بنشا ونقليه تمام في الزيت. طبعا النشا او الدقيق بيديله مادة تغليف كده وبيخليه ان هو ما يشربش زيت، خصوصا كمان اللي انا بقاله نص ساعة فبدأ ينزل المية اللي تحتها تمام كده اهي. دي الخطوة الاولانية. الخطوة التانية بقى عندنا شوية حاجات كده هنجمعها مع بعض عشان نعمل صينية متنجان بالدقة. ممكن تعملي بالبشاميل بنفس الخطوات. بصوا بقى، الطبقة الأولانية عبارة عن جبنة، أي نوع جبنة دومتي أو جبنة حادقة أو براميل تمام. هنا شبت، شرايح ليمون، كزبرة، أي حاجة خضرة دي على جنب. طيب هنا بقى خدنا المية اللي هي نازلة من الجبنة اهي، الجبنة الحادقة أو الملحة اهي خدناها مش هنرميها. هنضيف عليها ايه؟ هضيف عليها بقى أي بهارات احنا بنحبوها اهي، كمون مطحون، فلفل اسمر مطحون، جنزبيل مطحون اهو. ممكن مرق الدجاج، اي بقى بهارات او توابل تلعبي فيها، بهارات فراخ اي تمام كده مع الميه بتاعه ممكن ميه الزبادي او ميه الجبنه تمام كده اهي. طيب هتضيفي ايه تاني؟ هنضيفه بسم الله معلقه من الكاتشب او الصلصه او المايونيز او صويا صوص اهي. مش عايزه اضيفي طماطم وخلاص، انا الحقيقه ما عنديش طماطم تمام. يبقى ضفنا معلقه من كاتشب او الصلصه. هنا هنضيفه توم مطحون او مجروش اهو، يبقى توم. شايفين كده يا جماعه؟ ادي التوم اهو، والشطه والجنزبيل بهاراتك. وهنضيفه كمان بسم الله الرحمن الرحيم علبه زبادي. عايزه بقى تضيفي تعملي بشاميل اعملي. ضيف معلقه من الطحينه، زي ما قلت مش عايزه طحينه حطي صويا صوص، حطي كاتشب، حطي مايونيز اهي. معلقه من الطحينه. شايفين الجمال ده كله اهو. هنقلبه طبعا تقليبه كويسه. واخر حاجه هحط حتت من الدهنه او الليه تمام، يطعم الامور برضو. دهنه او ليه مش عايزه تحطي ما تحطيش، بس انا حابه اللي هي الدهن والليه والحتت دي اهي. انا بكلمكم ام مي صبر، حتت دهنه او ليه بتصبح عليا. واخدين بالكم انتوا احلى صباح ده ولا ايه؟ نقطع كده حته دهنه او ليه، انا عايزاها تدي نكهه حلوه في ساعات الشيخ مسلط عليا شياطين الانس يجي يحرقوا دمي ويمشوا اهو كده. حتت من زي ما قلت الدهنه او الليه. خلاص كده مش عايزه تعملي الخلطه دي زي ما قلت طبعا كل ده يتقلب. اعملي يبقى الطحينه مع الكاتشب او الصلصه مع المايونيز مع حتت دهنه او ليه تمام. بهاراتك بقى تظبطيها، والميه بتاعت كل ده طبعا هيتحط في وش في الوقت ده عايزه تنزلي عليهم بمعلقه من النشا او الدقيق. انزلي تمام. تعالوا بقى نشوفوا الخطوه التانية مع بعض. هنا نشا او دقيق ونشا. انا خلطت دقيق مع نشا ونحط عليه معلقه كبيره من بيكنج باودر. تعالوا طبعا نسيت اتقدح، انا كنت سايباه بس مشغوله. نبتدي بقى بسم الله نوطي. انا مش عارفه، واضح ان انا كنت بصور بالعرض مش عارفه.
نقلب الدقيق او النشا كده. طبعا هخلص الكميه عشان هتاخد وقت وبعدين نرجع تاني. تمام. طبعا هو نزل الميه بتاعته وفي ملح برضو، نسيت اقول لكم على حته الملح دي ايه. انا كنت تقريبا بصور بزاوية تانية وطلع والله شكله جميل، عايز يتاكل لوحده بالخضرة او بالصلصة. تعالوا نشوفوا اخر مرحلة. يا جماعه زي ما انتوا شفتوا كده ادي النشا او الدقيق الاتنين مع بعض اتفضل منهم. وعايزه اوريكم من الخطوه دي بتخلي البتنجان بتاعنا مقرمش اهي، وفي نفس الوقت ما بيشربش اي نقطه زيت. هنحاول بقى ان احنا كده. طبعا انا كنت مستعجله اقل كميه بقى وارجع تاني. بصوا يا جماعه انا كده عملت طبقه، من عندنا طبقتين، طبقه اللي هي تحت اللي هي بتاعه البتنجان، طبعا شكله يفرح وعايز يتاكل لوحده كده من غير اي تكات، مش طبق سلطه وخلاص. تمام. تعالوا بقى هنا بسم الله هنحطه بعد طبقه البتنجان دي، هنحطه طبقه من هنا الاصول بقى لحمه مفرومه. تمام. هنوزع كده الجبنه توزيع عشوائي توزيع عشوائي. هنوزع هنا بردك الكزبره او شبت، اي حاجه خضراء، ممكن شرايح فلفل وشرايح من البصل او شرايح من الثوم، شرايح من الايه الزيتون، اي حاجه من اللي انا قلتها دي، ليمون اهو. خلاص كده. طبعا لو لحمه مفرومه او صدر فرخه معصج يبقى ماشي. شايفين الطبقات كده، طبقه وطبقه. طبعا شكلها من فوق لوحده يعني هي عايزه تتاكل كده صراحه، مش محتاجه اي حاجه. شايفين الشكل اهي. طب هنحطه بقى الطبقه اللي هي بتاعه البتنجان التانية فوق الوش كده، برضك نخليها بشكل الى حد ما متساوي. هنا الطبقه اللي في النص اللي هي شرايح الليمون او جبنه او بسطرمه او زيتون او لانشون او صدر فرخه. الطبقه دي اللي هي اللي فوق هنحطه بقى الخليط الجميل بتاعنا اللي احنا عملناه مع بعض. وعايزين طبعا هو الموضوع بيبقى في الاول وفي الاخر عايز صراحه جبنه موزاريلا يعني عشان اكون صريحه، ولكن الخلطه نفسها روعه. يعني الخلطه نفسها طبعا هيدخل الفرن انا من فوق ومن تحت على 180 عشان الميه اللي هي بتاعه الجبنه تنشف. خلاص كده اهي. عايزه تحط بشاميل حط، جبنه موزاريلا طبعا يكون احسن، هياخد ايه طشه كده في طبعا الشكل النهائي يا جماعه اهو، سواء تحت الشوايه او في الفرن من فوق ومن تحت. بصوا هنا يا جماعه شغلت الشوايه فوق وتحت 180. هنطفي بقى عليها كده كده الفرن كتر خيرك عشان ما تلدحش اهي. زي ما قلت الموضوع عايز جبنه شيك روعه الروعه. شايفين عامله ازاي؟ طبعا شايفين الطبقه اللي فوق متماسكه وروعه. طبعا الفرن اللهم كان عذاب النار. في المرحله دي بقى ممكن تطلعيها وتحط عليها جبنه شيدر، بس صراحه ريحتها مش عايزه اقول لكم عامله زي العجه زي البيتزا بالخضار، روعه الروعه. الموضوع مش محتاج طبعا، مش هعرف دلوقتي اقطعها خالص، لازم تبرد عشان الصوص الجميل اللي فيها ده يتماسك شويه. وانا هسيبها بس تتشمح في الفرن كده ايه يعني مع الريحه بس مع الصهد، واخدين بالكم. لكن هي كده خلصت. انا ضفيت واسيبها كده ايه تتشمع